بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهارده عن مهيب واللي هو عامله، واللي هو السم اللي هو برضك مهيب. مفهم الناس ان هو محدش بيقول الحق والصدق غيره وهو حقنة بيقعد يحقن من تحت لتحت كده. بس قبل ما نتكلم عن مهيب نقول نادي مدينة مرسيليا في فرنسا بتحتفل النهارده بفوزها. ونادي مارسيليا بيحتفل النهارده بفوزه ببطولة أوروبا من 25 سنة. بيعيدوا ومش عارفين يفوزوا ببطولة أوروبا ولا أي حاجة من 25 سنة. فبيحتفلوا النهارده، دي مناسبة. طب الزمالك بدل ما الزمالك يقعد يحقن في نفسه ويقول لك الأهلي فاز والأهلي ما فازش ويشجع الفرق اللي احنا بننافسها كلها، مفروض يعني يحتفل ما بقى له 21 سنة ما فازش بالبطولة، يحتفل بالبطولة. ولا 22 سنة يحتفل. ايه المشكلة ان هو يحتفل ويفرح الجماهير بتاعته ويبقى بقى له عيد ميلاد البطولة الافريقية ال21، وما يقعدش يهري وينكت في نفسه ويقعد يجيب لنا بلاوي ويقعد يتكلم ويقعد يجيب لنا ناس اول مرة نشوفها. لعب يومين في الزمالك، جه قال لك ده انا اللعيب وانا قلبي الزمالك وانا في الشتي جبتدي الزمالك. يعني طالما هو كده خلاص يحتفل ويعمل عيد ميلاد للبطولة ال21. نرجع لمهيب. مهيب عمال يقلل من فرحة جمهور الأهلي ببطولة الدوري. يقول لك أصل الأهلي ودي أصل البطولة مش نرجع لمهيب. مهيب عمال يقلل من البطولة وفرحة النادي الأهلي وفرحة جماهير النادي الأهلي ببطولة الدوري. دي بطولة الدوري احنا نفرح بيها. أنا خسرتها قبل كده وكسبتها، أنا بفرح بيها. أنا بفرح بالبطولة عامة، مش بفرح إن أنا كسبت ماتش. ده هما كانوا السنتين اللي فاتوا كانوا بيكسبوا حرس الحدود ولا بيكسبوا أي فريق صغير قد كده، بيقوموا يتنططوا من على الدكة أكنهم فازوا بكأس العالم. ده هي ديت الشبعة اللي بعد الجوع. هو محروم طول عمره، محروم وجات له اي حاجه فبيقوم يهيص ويتنطط ويعمل كل حاجه. هم دول الزملكاويه. مهيب عمال يقول لك ده ما ينفعش، ده البطوله بتاعتنا ضعيفه. الاول الاول فرق بيننا وبينه مش عارف. هو بيحسب الاول فرق بيني وبينه، هو بيحسب الاول فرق بيني وبين الزمالك. ده الزمالك الرابع. يعني انت لما تحسب الفرق بيني وبين، احسب فرق بيني وبين بيراميدز مش الزمالك. الاهلي عنده 59 نقطه وبيراميدز عنده 54 نقطه تقريبا او 55 نقطه. يعني الفرق مش كبير. يعني انا يتحسب كده الاهلي وبيراميدز، مش الاهلي والزمالك. مين الزمالك؟ انت الرابع. الرابع انا ما يتحسبش عليا خالص، علشان الرابع هيحصلني ويقول لك ده فرق 20 نقطة. انت بتحاسب، انت بتعمل فرق بيني وبين الزمالك. انت في ايه يا عم؟ انت الفشل اللي انت فيه وصل للدرجة دي، وصل لدرجة ان انت بتحاسب الاول بينه وبين الرابع. طب حاسب بينه وبين الرابع عشان نقول ان انت راجل عادل وفير. ما بتتكلم بينه وبين التاني، مش بينه وبين الرابع وتقول الدوري ضعيف ومش الدوري ضعيف. مين اللي قال ان الدوري ضعيف؟ ما ايطاليا الاول جايب 86 والتاني جايب 68، يعني فرق 20 نقطة. يعني ايه؟ هو انت ما بتتفرجش؟ وايطاليا اوروبا، وايطاليا الفريق بتاعها طالع في نهائي بطولة اوروبا. يعني انت ما بتتفرجش؟ هو انت ما عندكش تمييز خالص؟ هو انت لازم تجيب حد يقعد يمسح لك جوخ عشان تطلعه في القناة؟ ما ينفعش يا مهيب. قول الحق. طالما انت عاوز تقول الحق قول الحق، مش اللي انت بتعمله. اللي انت بتعمله ده كلام فاضي وما ينفعش. الاهلي هو سيد الانديه المصريه كلها بما فيهم الزمالك، مش مش العكس. الاهلي سيد الانديه المصريه كلها بما فيهم الزمالك. الاهلي 43 بطوله، الاهلي الزمالك 13 بطوله بس.
ده فرق بيني وبينه. ده يدل على انه ايه؟ لو قعدنا 20 عشان الزمالك يبقى 43، يبقى انا هقعد 20 سنه ما فوزش ببطوله الاهلي، ببطوله الدوري، وده من الرابع مستحيلات. يا مهيب خليك عاقل وانت بتتكلم، خليك عاقل، وعشان في ناس بتشوفك وبنبقى قاعدين وعارفين ان انت بتكذب، وعارفين ان انت قاعد بتسخن الناس على ناس، يعني عيب. نيجي لحسام ميدو عمال يقول لك ان الاهلي صرف في اخر 6 سنين 900 مليون جنيه. انت مالك انت حد يخص؟ انت ايه اللي يخصك في الكلام؟ والزمالك في 6 سنين صرف 400. الكلام انت بتكذب. انت راجل مذيع فاشل وبتكذب. ده انت كان طالع معاك السنه اللي فاتت عضو مجلس الاداره بيقول لك احنا صارفين في ال5 6 سنين اللي هي من 14 لغايه 2021 صارفين مليار و300 مليون. ازاي ده معاك انت؟ مش بقول لك ان هو طالع مع حد وانت شفت. ده كان عضو مجلس الاداره، كان 21 بيقول صارف مليون و300 مليون، مليار و300 مليون. انت بقى جاي تقول في اخر 5 سنين صارفين 400؟ انت ايه الكذب اللي انت فيه دوت؟ انت بتكذب علينا ولا بتكذب على نفسك ولا بتعمل ايه؟ انت بتصدر اي مشكله، انت عاوز الناس بتبعد. انتوا عندكم حته ان انتوا بتتكلموا في اي كلام بتبعدوا الانظار عن الزمالك وعن اللي بيحصل في الزمالك وعن اللخبطه وعن البلطجه وعن كل حاجه اللي بتحصل في الزمالك. ابعد اللي انت عاوز، بس ما ترميش اتهامات كده بالباطل. والاهلي صرف، ما يخصكش. صرف اللي صرفه ده يخصك في شيء؟ يا ميدو عيب. وما تقعدش تتوه في بتاع. عاوز تحاسب حاسب ناديك. ولا هو انت ده انت كل اللي خلص اول امبارح عاوز يبقى عضو مجلس اداره؟ في حد يقول الكلام دوت؟ انت بأمارة ايه تبقى عضو في اللجنه الفنيه او عضو في لجنه، اي لجنه في نادي؟ انت بأمارة ايه؟ انت عملت ايه عشان تعمل ده؟ انت اما طلعت تحترف كنت هربان من نادي الزمالك. دلوقتي بقى رجعت وبقى خلاص، بقى ليك شنه ورنه وانت اللي بتدور على حق نادي الزمالك. بأمارة ايه يا كابتن ميدو؟ عيب. وشوف ناديك انت الاول وبتاع، وبعدين تقول ايه؟ انا جايب الاخبار الارقام بتاعت الاهلي من ناس موثوقه منها. مين الناس الموثوقه منها؟ انا اثق في مجلس الاداره كله ما يخرجش منه الارقام دي ولا يقول الارقام اللي انت بتقولها دي. انت ممكن تجيبها حزومه صاحبك، ما هو صاحبك في اتحاد الكوره. ولو اتحاد الكوره خرج منه الارقام ديت، ولو الارقام ديت بالفعل هي صحيحه، يبقى لازم اتحاد الكوره لازم يتحاسب وخاين للامانه. وحازم خاين للامانه، وما ينفعش ان رئيس يبقى عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره، لانه خاين وبيطلع اسرار الانديه بره في الصحافه وفي الاعلام. لازم يتحاسب حازم امام. انا نظرتي اما قعدت احسب حازم امام، نظرتي ما خيبتش. هو ما يستاهلش ان الناس. انت جبت الارقام دي وواثق من الناس. انا في الاهلي لا يمكن حد يكون خرج لك الارقام دي، وانت بالذات يا ميدو. ما تقوليش انا جايبها من مجلس الاداره، ما تقوليش انا جايبها من ناس موثوقه منها. ما فيش حاجه انت موثوق منها. انت بتلف وتدور على ايه؟ انت يعملها لك حازم من اتحاد الكوره. هو حازم اللي يجيب لك الكلام ده لو خرجت من اتحاد الكوره. ولو خرجت من اتحاد الكوره لازم حازم يتحاسب. انا مش هطول عليكم. انا كنت عاوز اتكلم في مهيب وميدو، واما نشوف الارقام اللي جابها ميدو ديت ايه، جابها منين، وعاوزين نتكلم. وكنت عاوز اقول ان هي نادي مرسيليا بيحتفل. طب ما انت تحتفلوا زيهم وخلاص، وبلاش الهري والنكد اللي انتوا فيه على طول. انتوا بتهروا في نفسكم على طول. انتوا الاهلي هيجننكم. الاهلي هيجننكم خالص. انتوا كنتوا هتشجعوا سان داون خسر، فقمتوا رحتوا بعتوا فانيلة سان داونز واشتريتوا فانيلة الوداد. بس كده هو. ونقول السلام عليكم ورحمة الله.